يا مساء الفل. في حاجات انا بكون مجرباها بالفعل وشايفه نتيجتها قد ايه هي جميله وفعاله قوي، وفي حاجات انا بحب انزل بيها معاكم لاول مره اجربها. الاختراع اللي انتوا شايفينه ده انا اول مره هعمله معاكم النهارده. الوصفه دي صراحه انا شفتها وحسيت اني محتاجه اجرب. النهارده احنا هنعمل اختراع جامد جدا. هنحط الفحم على الكركديه. تعالوا نعرف لما نحط الفحم على الكركديه هيحصل ايه. اول حاجه يا حبايب قلبي معايا جبت الفحم وغليته في الميه، وبعدين حطيت عليه معلقتين كبار من الكركديه. الوصفه دي انا شايفاها كده لو نجحت فعلا وعملت النتيجه اللي احنا محتاجينها، حقيقي هتبقى اختراع وكنز وكان غايب عندنا فين. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا سايباه على النار مع نفسه كده يشتغل 10 دقايق. هاخده كده وهصفيه. شايفين عاملين ازاي؟ وشايف لون الميكس الاسود مع الاحمر، حاجه كده وهم اختراع. هسيبه يبرد وبعدين هجيب كوبايه من الميه، ربع مش كوبايه، ربع كوبايه وممكن اقل من الربع كمان، وهدوب فيها معلقه كبيره من النشا. طبعا عشان مغلي الكركديه والفحم هو سخن، فعلشان كده انا عملت خطوه النشا مع الميه دي لوحدها علشان ما احطش النشا ويبتدي يعمل تكتلات جوه المغلي بتاع الكركديه مع الفحم. حطيتهم كده على بعض ورفعتهم على نار هاديه لغايه ما رجع تاني يبقى قوامه كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قوام تحفه، لون تحفه، لمعه رهيبه، وفي نفس الوقت ريحته تجنن. هنضيف بقى شويه اضافات. المفروض معلقه من القرفه، وكمان يعني في اقاويل قالت معلقه من الفلفل الاسود، بس انا ده ما ضفتهوش وهقول لكم ليه دلوقتي. وكمان هضيف عليهم معلقه من القهوه. طبعا كلكم عمالين تسالوا نفسكم يا ترى هي بتعمل ايه والوصفه دي لايه. انا عايزاكم بس تصلوا على رسول الله كده وتتابعوا معايا لغايه اخر الفيديو، ان شاء الله كله هيطلع من الفيديو ده مبسوط. دوبت كده القهوه مع القرفه كويس جدا. يكون بقى في السسبنس اللي انا عملته لكم ده، كلكم عايزين تعرفوا بشرة ولا شعر، شعر ولا بشرة. وصفتنا النهاردة حلوة قوي للتساقط، للفراغات، للثعلبة، للقشرة، يعني من الاخر كده هتحل مشاكل كتيرة جدا في شعرك. انا الوصفة دي اول مرة انفذها النهاردة، وقلت انفذها معاكم واطبقها معاكم وان شاء الله تبقى فعالة. هنستخدمها ازاي؟ هنستخدمها زي حمام الكريم، وعلى الفروة تدلكي بيها الفروة 10 دقايق وتسيبيها لمدة ساعتين، وتحطي بروكاب او اي حتى كيس بلاستيك عندك، وهتسيبيها الفترة دي وبعدين بتغسليها. جربيها من 2 ل3 في الاسبوع، ان شاء الله تلاقي احسن النتائج. النتيجة حلوة. لو عجبكم الفيديو وعجبكم السسبنس اللي انا عملته لكم، يا ريت تدعموني بقلوب كتير ولايكات وشير للفيديو ده عشان ينتشر لاكبر عدد من اصحابكم، وعشان كمان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم فيديو جديد، وصفة جديدة، وسسبنس جديد. مع السلامة.